السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في اليوتيوب، أهلا بكم في ملخص جديد لأسات الممتاز، سواء في الدوري الإنجليزي أو في الدوري الأسباني أو في دوري أبطال أوروبا أو في الكونفدرالية الأفريقية أو في حتى كأس السوبر الأفريقية. نبدأ على طول المباراة الأولى على طول نادي تشيلسي مع نوتنغهام فورست. بصراحة كانت المباراة مقفولة في الشوط الأول، ثم في الشوط الثاني بيفتحها نادي تشيلسي عن طريق 3 أهداف متتالية في الشوط الثاني. أجمل الأهداف هو الهدف الثاني لبيدرو نيتو من تسديدة من خارج منطقة تشيلسي. بهذا الفوز الكبير والخطير، المركز السادس ب 11 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي. أما المباراة الثانية نادي مانشستر سيتي ونادي إيفرتون 2-0 تنتهي المباراة. بصراحة العملاق الهداف الماكينة التهديفية إيرلينج هالاند بيحرز هدفين متميزين، الهدف الأول عن طريق رأسية ذهبية، أما الهدف الثاني عن طريق اليسارية. بصراحة ضيع هجمات كثيرة في أواخر الشوط الثاني في الوقت الضائع. كان يفوز 4 أو 5 على نادي إيفرتون. المباراة الأخيرة نادي الأرسنال بيتصدر الدوري الإنجليزي في الجولة الثامنة، تصدر مؤقت أو تصدر دائم على حسب المباراة. بكرة نادي ليفربول ومانشستر يونايتد. نادي الأرسنال بيفوز بهدف دون رد على نادي فولهام، وفرحة كبيرة لأرتيتا ولاعبي الأرسنال بهذا الفوز المهم، الفوز الكبير على نادي فولهام في الدوري الإنجليزي. إن شاء الله بكره نادي ليفربول ونادي مانشستر يونايتد لقاء. نادي الدوري الاسباني الجوله التاسعه نادي برشلونه وجيرونا. بصراحه نادي برشلونه بيعاني الامرين من الاجهاد والاصابات، وعوده ليمين يامال ملوش مثال، بيفوز فوز عسير على نادي جيرونا في الوقت بدل تنتهي تعادل لولا تدخل المدافع اروخو، المدافع الهداف في الدقائق الأخيرة. برشلونة تصدر مؤقت للدوري الأسباني حين إن شاء الله بكرة نادي ريال مدريد هيلعب، وإن شاء الله هترجع الصدارة وجدارة لنادي ريال مدريد. بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا والنادي الأهلي على نادي إنجل نوار في البداية الأفريقية والمشوار بهدف ذاتي بعد ضياع بعض الفرص واستحواذ للنادي الأهلي سواء في الشوط الأول أو الشوط الثاني، وتنتهي المباراة بفوز لحين لقاء العودة يوم الجمعة الجاية. تقييم لاعبي النادي الأهلي نديهم 7.5 من 10. اللعيبة الكل عشان الحرارة والرطوبة، والمدير الفني الجديد كان ليه بصمة بسيطة، لسه البصمة مش هتبان دلوقتي للمدير الفني الجديد تروب. ان شاء الله بامر الله تكون مباراه العوده ان شاء الله احتفاليه للنادي الاهلي. التقييم ما ينفعش للمدير الفني للنادي الاهلي، بلاش استعجال على من جمهور النادي الاهلي على المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. بالنسبه لمباراه الزمالك في كاس الكونفدراليه، فوز كبير 6-0 على نادي صومالي المتهالك، وبكاء من بريزا والتاثر. يا ابني ده مش دوري ابطال، ده كونفدراليه، اي حد يفوز 3-0 6-0. المستويات فيه ضعيفه. مبروك لنادي الزمالك ونتمنى له حظ اوفر في الدوري. بالنسبه لكاس السوبر الافريقيه فبيخطف فوز مهيلي لنادي بيراميدز، الكاس لاول مره في تاريخه واخر مره، لان الاهلي راجع ان شاء الله لدوري ابطال افريقيا وراجع ان شاء الله للسوبر الافريقيه. مبروك لنادي بيراميدز. ما تنساش سبسكرايب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناه، وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.